السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة معانا غدا عبارة عن كوارع ورز بشعرية وشوربة، بس ما عملتش طبخ ولا أي حاجة خالص. لقيت إن الأكل ده يكون كافي. هنجيب حلة على النار، هنحط فيها شوية من المية، حبة من الفلفل، قطعة من البصل، ورق لوري، واتنين من الحبهان، وقطعة من الطماطم. هنحطهم في المية اللي بتغلي، وبعد كده هنغسل الكوارع وهنحطها في المية اللي بتغلي. وبعد كده هنحط فيها شوية من الفلفل الاسود. بعد كده معانا ده شكلها هو ما طلعتش ريم خالص نهائي. وانا بسيبها تستوي براحتها علشان ما تكونش نص سوا وتنزل وكلام من ده، لا، عايزاها تبقى تستوى براحتها، تسيبيها على نار فوق المتوسط. ده شكلها هو بتغلي. والله يا جماعه ما طلعت اي ريم نهائي خالص. الشوربه بتاعتها رايقه. الطماطم معانا هي ما كنتش حطيتها في الاول، والطماطم قطعه من الطماطم معانا هي. ومعانا حلة على النار فيها شوية من السمنة، هنحط فيها 3/4 كوباية من الشعرية. وهنجيب معانا 3 أكواب من الرز المصري، هنغسلهم كويس وهنضيفهم على الشعرية بعد ما تتحمر معانا. ومعانا ورقة من الغار. بعد كده لما الشعرية تستوى معانا وتحمر معانا، هغسل الرز كويس، وبعدين هضيفه عليها، واضيف شويه من الملح، بس اظبط الملح بتاعي حسب الرغبه، ما يكونش حادق قوي. ده شكلها بعد ما احمرت. ده هون الرز عليها والملح عليها هون. بعد كده هدوم تقليبه. هحط القعد بتاعي. القعد بتاعنا النهارده هيبقى ممكن 3 أكواب من الرز عليهم 3 أكواب من المية، وال3/4 عليهم 3/4. يعني ممكن احط 4 أكواب لو الرز بتاعي بيشرب مية. مش بيشرب مية ممكن احط 4 إلا ربع أكواب من المية على حسب القعد معانا. لو مش بتعرفي تحطي بالكوبايه، ممكن تجيبي تعملي القعد بايديكي عادي لحد العظمه بتاعت ايديكي كده بتاع الكفه، برضه هيظبط معاكي. مش هتعرفي تظبطيه بكده، ممكن تجيبي معاكي معلقه من الخشب، معلقه اللي هي بتاع الخشب اللي انت بتطبخي بيها في مطبخك، وتحطيها في نص الرز، برضه هيظبط معاكي القعد، مش هيبقى عالي عشان برضه مش يعجن منك. بعد كده هولع عليه. هو خلاص بقى، انا هسيبه يستوي. بعد كده ده شكل الكوارع يا جماعه، 3/4 سوا.